مش غريبة إن في نسخ كتير جدا منك في عقول اللي حواليك ونفوسهم وعيونهم. يعني اللي شايفك الإنسان الكئيب الحزين طول الوقت، واللي شايفك الإنسان الخجول اللي كلامه بالعافية، واللي شايفك الإنسان المزعج اللي ما بيبطلش كلام، واللي شايفك المطلع وقارئ ومثقف، واللي شايفك على النقيض خالص الجاهل المدعي اللي ما بيفهمش أي حاجة في أي حاجة، اللي شايفك غير مهتم وبارد، واللي شايفك على النقيض مهتم ومحب ومضحي وكل الكلام ده. لكن الأهم في كل ده، أنت شايف نفسك إزاي؟ لأن مهما كان رأي الناس فيك فأنت الوحيد اللي عارف نفسك كويس. وأرجع تاني وأقولك، اللي الناس يعرفوه عنك شك، واللي تعرفه عن نفسك يقين. فما تسمحش لشكهم يغلب يقينك، لأن أحيانا أو غالبا الأيام دي مهما كنت معطاء ومحب ولطيف وحنين وناشر للخير وكمان مفيش في قلبك ضغينة لحد، عمر ده ما يكون كفاية لبعض الناس، ودي طريقتهم. فعلشان كده اعمل كل حاجة لله. سلامة الصدر من أعظم العبادات. صحح نيتك أهم حاجة. إياك تعمل أي حاجة علشان خاطر الناس يقولوا عمل أو ما عملش. صحح نيتك وخليها لله وبس، وربنا سبحانه وتعالى يرزقك كل خير. لأن الاهتمام بكلام الناس أكتر حاجة بتضعف الشغف وبتحرق طاقة، ومفيش من وراها أي خير. ليه؟ لأنها حاجة مش هتقدر تغيرها. فحافظ على طاقتك للحاجات اللي تقدر تغيرها فعلا. إيه بقى الحاجات اللي تقدر تغيرها دي؟ نفسك. ما تشغلش نفسك بالناس قالوا إيه، عايشين إزاي، عاملين إيه. كل الكلام ده مفيش منه أي فايدة. اشغل نفسك بنفسك. وصدقني أسرع طريقة تتحكم بيها في حياتك إنك ما تتحكمش في حياة أي حد تاني. تشغل نفسك بنفسك انت وبس، بانك تهتم بالمسؤوليات، بانك تعرف الواجبات اللي عليك. بلاش تأثر في حق نفسك علشان ما تزعلش او تندم. بلاش الامال الكاذبة، عيش الواقع علشان ما تتصدمش. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ويلههم الامل فسوف يعلمون. اي امل من غير سعي هو مجرد امنية. لو اهتميت بكلام الناس وبعدين الكلام جه على غير اللي كنت بتتمناه، فهيبقى خذلان. والخذلان ده مكلف جدا، لأنه ما بيجيش غير من ناس وثقت فيهم. والمفاجأة بقى إن الخيانة ما بتجيش أبدا من غريب. فخد بالك، اهتم بنفسك واقرأ وتعلم وحاول تكتشف بنفسك حاجات جديدة. لأن كل واحد في الدنيا بيحاول يشرح لك المسألة من وجهة نظره هو، ومن الصعب جدا إنك تمشي وراهم من غير ما يكون عندك وجهة نظر شخصية، أو على الأقل عارف إيه هي وجهة نظرك دي. فلازم يكون عندك وجهة نظر شخصية عن الحاجات اللي تهمك. ليه؟ علشان ثقتك دايما تكون متزنة. الثقة لو اختلت هو ده الألم اللي بجد. فأرجوك اقرأ كتابك، عليك نفسك، بص في ورقتك. لو انصلح حالك ما يهمكش ايه اللي جاي بعدين. سلام.